ازاي نعرف ان القلق اللي انا بمر بيه ده قلق طبيعي ولا ده وسواس قهري؟ في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الوسواس القهري. في ناس كتير سألت طيب ازاي نعرف ان اللي احنا فيه ده قلق طبيعي وعادي وتوتر وافكار عادية، ولا ده وسواس قهري اللي لازم نزور طبيب؟ بص يا صديقي، الفكرة هنا ببساطة ان القلق الطبيعي ده بيكون ليه سبب. انا عندي مناقشة، عندي مش مشروع، عندي حفلة، عندي اي حاجة فانا متوتر وقلقان بسببها، عندي افكار سلبية طبيعي بسببها، دي بتكون مربوطة بالحدث اللي عندي. بس على عكس الوسواس القهري، الوسواس القهري هو عبارة عن سيل من الافكار غير منطقية ملهاش اي علاقة باي حدث. انا عندي دماغي بتفكر وخلاص وكلها افكار غير منطقية. ايه ده؟ قوم اغسل ايدك اصل عليها ميكروبات. طب الميكروبات جه منين؟ معرفش، بس هي الفكرة جت كده. فببساطة لو الشيء اللي انت قلقان منه نتيجة حدث واضح وظاهر والقلق ده منطقي وبينتهي مع انتهاء الحدث، فده قلق توتر طبيعي جدا اللي احنا بنتعرض ليه. انما لا، لو القلق ده على طول موجود لافكار غير منطقية وانت عارف ان هي غير منطقية ومش عارف تتعامل معاها ومأثرة على حياتك، يعني مخلية حياتك فيها خلل، يبقى هنا في الحالة دي لا، لازم نقف مع نفسنا ونعمل اختبار مقياس للوسواس القهري، لانه غالبا بيكون وسواس قهري سواء من اي درجاته. فده ببساطه كان الفرق بين القلق الطبيعي والوسواس القهري. انا هنا في مساحه نفسيه بقدم محتوى يومي عن الصحه النفسيه وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الاخرين، فلازم تعمل فولو للصفحه دي لو حابب تطور من نفسك وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. وافتكر دايما ان في مساحه نفسيه بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.